الدرس الثالث عندنا موجود في الورق بتاع خلاصة المنهج، موجود عندنا في الورقة اللي هي رقم 4. موجود عندنا العنوان بتاعه annoncer ce qu'on va faire، يعني التعبير عن اللي احنا هنعمله أو مش هنعمله، لأن القاعدة بتاعت الدرس ده كانت قاعدة المستقبل القريب، فبالتالي الزمن بتاع الجمل بيكون في المستقبل القريب. المستقبل القريب كان اسمه الفيتير بروش، والفيتير بروش دوت زمن بيعبر عن حاجة لسه هتعملها، زي ما أقول كده هذا المساء أنا سوف أفعل كذا. فأنا بلاقي في الجملة بتاعتي سواء في بداية الجملة أو في نهاية الجملة كلمات بتدل على المستقبل. طب الكلمات دي زي ايه مثلا؟ قال لي الاقي كلمه زي كلمه سيسوار هذا المساء، كلمه زي كلمه دما غدا، بروشان القادم، بليتار لاحقا، بيانتو قريبا، دون. عارفين ان كلمه دون معناها في، ولكن كلمه دون لما هيجي بعدها وقت بيكون معناها خلال كذا. لما اقول دون 30 مينيت يعني هنا كده معناها خلال 30 دقيقة. دون إنر خلال ساعة. زيها بالظبط كلمة أبري. كلمة أبري هي كمان بيجي بعدها مدة وبتدل على إن الجملة دي مستقبل. لما أقول لك أبري إنر منذ ساعة، أبري 15 مينيت بعد ساعة، بعد 15 دقيقة. المهم ان انا بلاقي كلمه من الكلمات دي محطوطين عندي يا اما في بدايه الجمله يا اما في نهايه الجمله عندي عشان اعرف ان الجمله مستقبل قريب. بيقول لي ان المستقبل ده اول لما تلاقي خلاص كلمه من الكلمات دي بتختار فعلين اتنين ورا بعض. الفعل الاولاني بيكون فعل عليه متصرف، والفعل التاني بيكون فعل في المصدر. يبقى اول لما بلاقي كلمه من الكلمات دي بختار الاول. قال لي بتختار في الاول تصريف من تصريفات فعل عليه ويكون معناها أنا سوف أعمل كذا، وأدي تصريفات فعل عليه je vais, tu vas, il, elle va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. والفعل الثاني بتختاروا فعل في المصدر، يعني فعل بدون إضافات أو تغييرات. طب الفعل في المصدر ده بختار بيبقى شكله عامل إزاي؟ الفعل في المصدر بيكون آخره ER أو ER أو RE أو OER، ده الفعل في المصدر. شوف المثال الاولاني عندي بيقول لي دمان غدا جو نقط فير، هو مديك الفعل في المصدر اهو، يبقى ناقص لي تصريف فعل عليه. يبقى هنختار انهي واحده يا شباب؟ يبقى هنا عايز اقول جو في فير انا سوف اعمل كذا. رقم 2 لاندي بروشان يعني الاثنين اللي جاي، نوزالون نقط هو اداك تصريف فعل عليه، يبقى ناقصك الفعل في المصدر. يبقى هنختار انهي واحده؟ الأخيرة. يبقى احنا هنختار الأخيرة. يبقى بتختار فعل عليه زائد فعل في المصدر. نبص فوق في بداية الصفحة بيقول لي دونزينر معناها خلال ساعة، حاجة لسه هتعملها. يبقى بتختار تصريف فعل عليه زائد فعل في المصدر. يبقى هنختار أنهي واحدة؟ التالتة، لأن كلمة اون زيها زي إيل للولد. أبري 5 مينيت بعد 5 دقايق. منى فا أنا لقيته هنا مديني تصريف فعل عليه، يبقى ناقص لي فعل في المصدر هتبقى التالتة اللي هي كلمة متر. بيقول لي خد بالك الأفعال الذو ضميرين اللي هي بتتكون من س زائد المصدر لازم بنغير دايما شكل الس لحد ما تخلص تالتة ثانوي. مع الج بيبقى م، مع التي ت، مع الإيل والإل والأون بيبقى س، مع النو كمان نو، مع الفو كمان فو، مع إيل وإل بتبقى س. إزاي؟ أما أقول هذا المساء je vais، أنا لقيت فاعل الجملة هنا ج، يبقى هنختار أنهي واحدة؟ الأخيرة. يبقى هنختار الأخيرة. إحنا بنقول فعل في المصدر،
والافعال اللي في المصدر بيكون اخرها اي ار اي ار ار اي او اي ار، يبقى الاخيره. demain nous allons، انا لقيت عندي النو اهي منوره، يبقى هنختار الثانيه عشان فعل في المصدر. plus tard لاحقا، فيما بعد. ج معايا هنا الج، مي يبقى هنطلع على طول م. ده بالنسبة للمستقبل القريب، وهيقابلنا كتير إن شاء الله في منهج تالتة ثانوي بإذنك يا رب. بعد كده عندي حاجة اسمها التعبير عن البوسيبيليتي الإمكانية، والتعبير عن السويت الأمنية، والتعبير عن الفولونتي الرغبة. ولازم نحفظ الكلمات دي، إن كلمة possibility كلمة مؤنثة، وكلمة volonté مؤنثة، ولكن كلمة سويت مذكرة. يقول لي في وسط المواقف كده، أنت بتسأل صاحبك عن الأمنية بتاعته، أو بتسأل صاحبك عن رغبته، الحاجة اللي بيتمناها في المستقبل. السؤال بتاعي هيكون شكله عامل إزاي؟ أقول له مثلا كلي تون سويت، ما تكون أمنيتك. أنا هنا اخترت كل المذكر لأن كلمة سويت كلمة مذكرة. تون سويت سي كوا، أمنيتك تكون إيه؟ Qu'est-ce que tu aimes être، ماذا تحب أن تكون، أو ماذا تحب أن تفعل، يبقى حاجة لسه يعملها. Qu'est-ce que tu souhaites au futur، ماذا تتمنى في المستقبل. Qu'est-ce que tu veux être، ماذا تريد أن تكون. كل دي علشان أسأل عن أمنيته في المستقبل. افرض سؤال من دول جالي في الإيميل، بيقول لي إيه هي أمنيتك، ماذا تتمنى في المستقبل، عايز إيه في المستقبل. قال لي بتقول جيم زائد فعل في المصدر. يعني إيه يعني؟ أقول مثلا جيم aller au club، أحب أن أذهب إلى النادي. جيم être médecin، أحب أن أكون دكتور. نفس الحكاية بالظبط زي je veux، برضه هي كمان بيجي وراها الفعل في المصدر. أما أقول je veux aller au club، أنا عايز أروح إلى النادي. je veux être pilote، أنا عايز أكون طيار. زيها زي كلمة je souhaite، أنا أتمنى. je souhaite aller au club. je souhaite faire du sport. je souhaite être pilote، أتمنى إن أنا أكون طيار. يبقى احنا عندنا الثلاث أفعال اللي مكتوبين دول بيجي وراهم الفعل في المصدر، وده علشان أعبر عن أمنيتي أو رغبتي في المستقبل. لما بتيجي تعبر عن الرغبة بتاعتك بتستخدم فعل فولوار، ونحفظ إن فعل فولوار مع الجي والتي الفعل بيكون في آخره إكس، مع الإيل والإل الفعل بيكون في آخره حرف التي، مع النو أو إن إس، مع الفو أو زد، مع الإيل أفيك إس وإيل أفيك إس بيكون في آخره أو إن تي. أول واحدة الجي هنختار لها أنهي؟ الأولى، عشان اتنين بالإكس واتنين بالتي. علي ذي، طالما عندي فعل متصرف يبقى الفعل التاني على طول ماله تلقائي في المصدر. التالتة الذي، عندي برضو هنا فعل متصرف يبقى التاني في المصدر، يبقى هنا هنختار الأولى. nous voulons، واحد متصرف، تالتة أخيرة. لا الأخيرة معلش. واحد متصرف، التاني في المصدر الأخيرة. ما فامي، عائلتي، كلمة عائلة كلمة مفردة مؤنثة بتساوي ال، كلمة مفردة مؤنثة بتساوي ال، يبقى التانية ومالكش دعوة بمعناها. بعد كده طلب البرميسيون اللي هو الإذن أو السماح أو التعبير عن الإمكانية. قال لي بنستخدم فعل بوفوار اللي هو معناه يستطيع، يمكنه، زائد فعل في المصدر. بوفوار أخو فولوار، التوأم بتاعه. يعني ايه التوأم بتاعه؟ يعني هو كمان اتنين بالإكس واتنين بالتي، وبيجي وراه فعل في المصدر. أول مثال بابا جي نقط، هنختار هنا على أساس بابا ولا على أساس الجي؟ على الجو. الجي، علشان أنا بنده عليه بقول له يا بابا أنا عايز أعمل كذا، يبقى هنا هنختار الأولى. المثال الثاني مسيو جو بو، لقيت فعل متصرف يبقى في المصدر. تي يبقى نختار لها الأولى.
الأولى. في طريقة تانية للتعبير عن الإمكانية أو إنك تطلب إذن من حد. أقول له c'est possible de كذا، يعني هل من الممكن أن أفعل كذا؟ زي وأنت في المحل كده تقول للراجل البياع أو تسأل مثلا أي حد وتقول له إيه c'est possible d'essayer ce pull، هل من الممكن أن أقيس هذا البلوفر؟ ده تعبير برضو علشان أطلب به الإذن من حد. c'est possible de بيجي معاه فعل في الإيه؟ في المصدر. خدنا في الدرس ده برضو التعبير عن الأكتيفيتي، التعبير عن النشاط. كلمة أكتيفيتي كلمة مؤنثة، فبالتالي اخترنا لها كل بدبل ال. يقول لي أي نشاط أنت تفعل، أي نشاط أنت تمارس. ton activité préférée، نشاطك المفضل، عايز أقول له يكون إيه؟ c'est quoi؟ qu'est-ce que tu aimes faire، ماذا تحب أن تفعل أو تمارس. quel projet tu vas faire، أي الأنشطة أي الخطط سوف تفعل. tu vas faire quoi le week-end، هتعمل إيه في الويك إند. أما ألاقي سؤال من دول وبيقول لي إيه النشاط اللي أنت هتعمله في المستقبل، يبقى لازم أنا كمان إجابتي تكون في المستقبل. je vais أنا سوف وأحط وراها فعل في المصدر. أو je vais faire كذا، أنا سوف أمارس كذا، سوف أفعل كذا. زي لما أقول je vais aller au club، أنا سوف أذهب للنادي. je vais faire du football، أنا سوف أمارس كرة القدم. المهم إن يكون عندي فعل في المستقبل. اتفقنا إن عندنا فعل faire طالما مثبت بنختار بعده دي دولا دي الأبوستروف دي، لكن لو فعل faire جاي محطوط ما بين النو والبا بنختار بعده دي أو دي أبوستروف. كل الأنشطة اللي عندك اللي أنت أخدتها في المنهج مالها مذكرة ما عدا الأربع أنشطة ده هم السباحة، الملاكمة، الجمباز، سباق الجري. يبقى كل الأنشطة اللي عندك مالها مذكرة ما عدا الأربع أنشطة دول هم الأنشطة المؤنثة. تعال ما نحل رقم واحد. جيفي نقط سكات، تختار له إيه كده يا شباب؟ دولا دولا يلا تنقرصي لسه عمال بقول إيه؟ مش سكيت مؤنثة كده. كل الباقي الأنشطة مذكر. اللي عندي معلش. مذكرة ما عدا الأربعة ده هم مؤنثيين. يبقى يبقى هنختار الأولى. مع كلمة سكات هنختار الأولى دي يو. مم. طيب الناتاسيون هنختار لها إيه يا شباب؟ دولا دولار. الإسكريم أولها حرف متحرك دولا بس الأبوستروف. كورس آخرها اس منورة أهي دي دي للجمع. لقيت فعل فير جاي مزنوق ما بين النو والبا، يبقى الدولة عادية. دي اللي هي دي إي. في مم. المثال اللي بعده لقيت برضو فعل فير جاي محطوط ما بين النو ده والبا، أبوستروف اللي هي العادية. والكلمة اللي بعد النقط أولها حرف متحرك يبقى هنختار دي أبوستروف. بيقول لي خلي بالك ممكن في وسط الجملة تلاقيه زانق لك كده في النص حاشر لك كلمة بوكو كثيرا أو كلمة ب. الكلمتين دول لحد ما تطلع تالتة ثانوي كده إن شاء الله السنة الجاية، أول لما بتلمحهم في الجملة بتختار معاهم يا إما دي إي أو دي أبوستروف بس. يبقى كلمة بوكو وكلمة ب كلمتين ده هما اسمهم ظرف كمية، أول لما بشوفهم بختار معاهم يا إما دي إي يا إما دي أبوستروف، ومالكش دعوة ببقية الجملة بقى فيها إيه. زي المثال الأولاني أهو، أنا أمارس الكثير من الرياضة. هنختار هنا دي يو ولا دي إي؟ دي إيه؟ دي إي. يبقى إحنا لما نلاقي كلمة بوكو أو كلمة ب بختار معاهم دي إي أو دي أبوستروف. المثال الثاني je fais un peu نقط بوكس، لقيت كلمة ب قبل النقط يبقى برضو هنختار دي إي لأنها ظرف كمية عندي. ادي كان الدرس الثالث عندنا. طب الدرس الثالث ايه المواضيع المتعلقة بيه؟ انا هنا بيقول لي التعبير عن الأنشطة الرياضية ومش عارف الحاجات اللي هتعملها في المستقبل، فبالتالي هنروح على الورق
اللي في الآخر على الصفحة رقم 8. الموضوع رقم 3 متعلق بالدرس الثالث. بيقول لي كلمني عن الأنشطة اللي انت هتعملها في الويك اند. إذا الجمل اللي انت هتكتبها كلها لازم تكون في المستقبل. أنا سوف أعمل كذا. أول جملة هي بيقول لي في الويك اند أنا سوف أذهب إلى النادي. أنا سوف أمارس الرياضة. أنا سوف أذهب إلى ساحة التزلج. أنا سوف أمارس التزلج على الجليد. أنا سوف أذهب إلى المطعم. أنا سوف أتغدى مع الأصدقاء. وكلمة أمي هنا ناقصها حرف الإس. أنا سوف أذهب إلى السينما. أنا سوف أشاهد فيلم. إن شاء الله لما تحفظ الموضوع ده، إيه أفكار الإيميلات اللي أنت لما تشوفها تقدر تجاوب عليها؟ لما يجي يقول لي ماذا سوف تفعل في الويك إند، خلاص أي جملة من دول هتنفع. سوف أذهب للنادي، سوف أمارس رياضة، سوف أذهب لساحة التزلج، سوف أمارس التزلج. أي جملة فيهم تنفع إجابة. أين تذهب في الويك إند؟ يبقى هروح النادي، هروح ساحة التزلج، هروح السينما، هروح المطعم. أي حاجة من دول. كيف ستقضي الويك إند بتاعك؟ برضو أي جملة منهم صح. ما النشاط الذي سوف تمارسه؟ برضو أي جملة منهم صح. كيف تقضي تيل وزير؟ يعني يا أولاد كلمة تيل وزير؟ وقت أوقات الفراغ. كيف فراغ. هتقضي أوقات فراغك؟ برضو أي جملة من اللي مكتوبين في الموضوع بتاعنا ده صح. دي أفكار الإيميلات اللي ممكن تيجي. كذلك يقول لي أنت تدعي صديقك إلى حفلة هتعملها لسه. يبقى إذا برضو الجمل بتاعتي كلها في المستقبل. إزاي؟ أنا أدعوك إلى حفلتي. إنها من أجل عيد ميلادي. إنها سوف تكون في النادي. الحفلة سوف تكون يوم الاثنين. هي سوف تكون الساعة 8 مساء. هي سوف تكون تنكرية. أنا سوف أدعو أصدقائي. أنا سوف أرتدي بلوفر أسود من القطن وبنطلون أسود من الجنس. أنا سوف أرتدي خاتم من الفضة. أصدقائي سوف يكونوا متنكرين في شكل مهن. يجي يسألني مثلا في الإيميل يقول لي لماذا سوف تنظم حفلة؟ يبقى الإجابة إنها ستكون من أجل عيد ميلادي. يجي سؤال تاني يقول لي متى سوف تعمل حفلة؟ أقول له الحفلة سوف تكون يوم الاثنين. أين سوف تكون الحفلة؟ أقول له أهو هي سوف تكون في النادي. كيف سوف تكون الحفلة؟ يبقى شكلها عامل إزاي الحفلة دي؟ ادي الإجابة إنها سوف تكون تنكرية. ما اللبس، ما الزي اللي هتلبسه في الحفلة؟ أهو أنا سوف أرتدي بلوفر أسود من كذا وبنطلون أسود من كذا. إيه الأكسسوار اللي هتلبسه في الحفلة؟ ادي الإجابة أنا هلبس خاتم من الفضة. دي الموضوعات المتعلقة عندي بالدرس الثالث بتاعنا. حد عنده أي سؤال في الدرس ده يا شباب؟ أوكي، ننتقل للمراجعة بتاعتنا عشان نطبق بالأسئلة. بسم الله، يلا بينا. معانا في المثال الأول لقيت عندك إيل، يبقى نختار لها تاني. التانية. تاني. معانا الج أخيرة. الأخيرة. معانا الفو الأولى. الأولى. معانا الأون بتساوي إيل تاني. صفحة كم مسيو؟ الثانية. نعم، صفحة صفحة كام؟ 33 في الورق اللي أنا كنت بعته لكم. معانا النو تالتة. تالت. الثالثة. معانا إيل التالتة. نخلي بالنا هنا إن دي تطبيق على أسئلة المستقبل. يعني عايز يبقى فعلين الأخيرة. اتنين، يبقى أنهي واحدة؟
الأخيرة. الأخيرة، لأن عندي في نهاية الجملة كاتب لي كلمة إيه؟ غدا. تي يبقى التالتة. إيه التالتة؟ معانا إي لافيك إس. التالتة برضه. التالتة فو. الأخيرة الأخيرة. نو. التالتة. التالتة ج. التانية. الثانية ثانية. أون. الأولى. الأولى تي. الأولى. الأولى ماري. التالتة. الثالثة ثالثة. عايزين نسمع صوت ولاد كده. لي زونفون بتساوي إي لافيك إس. التالتة. ثالثة. ثالثة. أليكس ووالديه يعني بيساووا إي لافيك إس. الأخيرة. 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 دما هو بيغششني، هو بيقول لي التالتة. بكرة. التالتة. ثالثة. سيسوار هذا المساء. الأولى الأولى. 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 دون 5 minutes خلال 5 دقايق. الأولى. 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 نو. الأولى برضه. الأولى. فا. الأولى الأولى. التالتة ولا إيه؟ الجملة دي الأخيرة. لا تبغى تاني يا مسيو. الجملة ده ايه؟ الجميلة ده ايه؟ الجملة دي عادية ولا جملة أمرية؟ جملة أمرية. أمرية. مفيش فاعل للجملة، جملة أمرية، والأمر عندي يا إما مع التي يا إما مع الفو. ده أمر مع مع التي. مين؟ مع التي. يبقى نختار لها أنهي واحدة؟ ثانية. التانية. إيه لافيكس؟ الأخيرة الأخيرة. demain je vais. يبقى الثالثة التالتة. ثالثة. تعال نشوف فعل فعل. سارة، وخد بالك هنا في عندي كلمة demain مستقبل. التانية. الثانية ثانية. معانا الفيلو. التالتة. ثالثة. النو. الأولى. الثالثة. الأولى. الأولى معلش. فعل فير جاي ما بين النو والبا. الدول عادية. الأخيرة. الأولى الأولى. الأخيرة. فعل فير جاي ما بين النو والبا الأخيرة. مي كوبان كلمة جامعة بتساوي لافيكس. التانية. ثانية. يبقى هنا الثانية. اون دوا طالما عندي فعل متصرف يبقى الثاني. يبقى الأخيرة. الأخير. لقيت الفو. الثانية التانية. أشا آخرها اس منورة أهي. دي. الأخيرة. دي. ناتاسيون. دولار. لا. تي. الثانية. الأولى. التانية. ثانية. ما نسرحش. صح. الأولى. الأولى. ندى وصديقتها بيساووا إيه لافيكس. الأخيرة. هي الباسكيت. الأولى. الأولى. فعل فير جاي ما بين النو والبا. والثانية الثانية. ثانية. نو. الأولى. الأولى. tu vas. الثانية ثانية. الله ينور عليكم. نخش على أسئلة المواقف. بسم الله. لازما وأنا بحل المواقف عود نفسك كده لحد ما تخلص ثالثة ثانوي. حدد في رأس السؤال هو عايز يسأل عن إيه، هو بيتكلم عن إيه. بيقول لي أهو في رأس السؤال: تطلب من ماما الإذن بالتسوق لشراء الملابس. يبقى نختار أنهي واحدة؟ ب. سي رقم سي ورقم أو. تمام. أنت تسأل صديقك عن إيه خطته اللي هيعملها خلال الويك إند. يبقى أنا عايز أقول له أنت هتعمل إيه في الويك إند؟
يبقى احنا هنا الأولى. هنختار الأولى ماذا سوف تفعل، والأو. ورقم أو أين تحب أن تذهب في الويك إند. طيب اللي بعدها، صديق يريد أن يعرف أين يمكن أن نشتري إكسسوار. ب. ب وبوتيك. وفي البوتيك. أنت تتحدث عن خططك المستقبلية خلال الويك إند، حاجة لسه هتعملها. الأولى. الأولى سوف ألعب تنس. ودي والأو. ورقم دي، دي ما تنفعش ليه؟ أيوة. لأن بيقول لك أنت حلو. بتتكلم عن خططك المستقبلية أنت، بتاعتك أنت، يعني عايز تقول أنا هعمل كذا. يبقى الأولى اللي هي رقم سوري يعني. صديق بيدعوك لحفلة عيد الميلاد ولكن أنت ترفض. سي. رقم سي، معلش أنا رايح عند دكتور السنان. وب. ورقم دي، أنا أكون مشغول جدا. أمال اللي فوقها دي معناها إيه؟ أنا سوف أأتي بكل سرور، ما تنفعش دي. السويت ماله لا يليق بك. يبقى ب. يبقى رقم ب، عايز أقول إنه سيء. الأولى كلمة جولي يعني جميل. يبقى أو. يبقى رقم أنا سوف أشتري واحد آخر. عطر يعني آخر. أنت تصف الزي بتاع صديقتك في عيد ميلادها. هي هتلبس فستان سهرة وأو. و... أو ورقم هتلبس جوانتي وكذا. اللي بعد، أنت تسأل صديقك لماذا يذهب إلى السوبر ماركت. تي عشان يعمل شوية شوبينج. ورقم بي. ب عشان يشتري وبي. مشتريات. تحكي أكسيون، أنا مش فاهم يعني إيه يا مسيو أكسيون دي، مش هتفرق معانا. بيقول لي في الفيتور، يبقى أنت عايز تحكي عن حاجة هتحصل في الإيه؟ دي وأو. في المستقبل. ودي يبقى عندنا هنا رقم دي ورقم يبقى كلمة أكسيون معناها حدث. صديق بيسألك ماذا سترتدي للذهاب للأوبرا. أو. دي راجل رايح الأوبرا بقى. لا دي مثلا. دي رقم دي هلبس جاكيت بدلة وكرافتة. وسي. وسي هلبس بدلة. إنما الأخيرة لقيت في آخرها كلمة إيه؟ ده كلاس. كلاس، ما تنفعش. تطلب من مدرسك الإذن بالخروج. سي. سي، هل يمكنني أن أخرج يا مسيو يا مسيو؟ وأو. ورقم هل يمكنني الخروج لو سمحت. تتحدث عن أمنيتك في المستقبل. أتمنى أن أكون كذا، أحب أن أكون كذا. بي ب. بي، أريد أن أكون مدرس. وسي. سي ورقم سي، أحلم بأن أكون محامي. صديق بيحب اللوك الجديد، أي لوك جديد هو بيحبه. بي سي. رقم ب، هعمل معرض على الموضة أو عرض أزياء على الموضة. وأو. والأخيرة أنا هشتري مجلة للإيه؟ للموضة. أنت تصف اللبس الرياضي، هو حدد لي أهو اللبس الرياضي بتاع صاحبي. يبقى سي. سي ودي. و دي. أنت تسأل صديق يسألك هتعمل إيه غدا.
أو رقم إ سوف أذهب للسينما. وب ورقم ب سأشارك في حفلة. أنت تسأل صديق ماذا سيفعل من أجل الحفلة. ب ب ب سوف أجهز جاتو. ورقم سي رقم سي سوف أعمل تنكر. م. أنت تسأل صديقتك عن أمنيتها. س رقم سي ما تكون أمنيتك. وب ورقم ب ماذا تحبي أن تكوني. تهنئ صديقك بإيه بعيد ميلاده. ب بي وآ آه. صديقك بيسألك لماذا سوف تذهب إلى وسط المدينة. رايح تعمل إيه في وسط المدينة يا ابني؟ وسط البلد. س مثلا رقم سي وسط البلد. ده وسط البلد عندنا بنروح نعمل إيه؟ بي ممكن أو ممكن رقم ب هنتسوق ب ونشتري ملابس. وأو م. أختك الصغيرة عايزة تشتري بوتين اللي هو الهاف بوت. الأولى الأولى وأو وإيه توافق على الدعوة. أنا موافق بكل سرور. وبالاستبعاد يبقى هنختار بي رقم بي. كلمة heureusement بكل سعادة. أنا عندي وقت. جارك بيسألك ماذا سوف تفعل خلال الويك إند. الأولى الأولى هخرج مع الأصدقاء. والدي ورقم D صديق بيسألك أو بيطلب منك الذهاب إلى النادي. عايز يعزمك يعني علشان نروح النادي. أو مثلا إيه هل تحب أن تأتي معي إلى النادي. ودي ورقم D أنت ستشارك في حفلة. بي ب رقم ب هلبس بدلة. ورقم سي. سي سي. صديق بيسألك ماذا سترتدي عندما تذهب للمدرسة. أو هلبس قميص وبنطلون وكمان وإيه برضه وإيه. بتوصف التنيه اللي هتلبسه ألا مونتاني وانت طالع الجبل. دي رقم دي هلبس تيشيرت وبنطلون جينز. وب ورقم ب اوكي. طب ما فيش إجابة تانية هتنفع غير تيشيرت وبنطلون جينز دي. أو اصل التيشيرت دي أو مثلا انت راجل طالع الجبل يعني طالع في مكان كله ثلج. هل ينفع تلبس تيشيرت؟ اكيد لا. ممكن دي سي قصدي أو نبص على رقم ايه كده. هلبس ايه؟ جوانتي. يبقى نخلي بالنا نركز كده في المكان اللي احنا رايحينه. ننزل على الجرامير. لذيذ الجرامير بتاع الترم ده والحمد لله. معانا الجي الأولى. معانا البترولة التالتة معانا النو الأخيرة الأخيرة. معانا التي ثانية معانا العائلة الأخيرة الأخيرة. معانا صديقاتي ثانية التانية ثانية. معانا إيلا فيكس التانية برضه ثانية ثانية معانا التي. التانية ثانية الراجل علق ولا ايه؟ معانا الفو التالتة تالتة. معانا البت منى واخوها التالتة ايه التالتة. الله ينور عليكم.
معانا الج الأخيرة. أخير. أخيرة. جيت أقرأ الجملة لقيته بيقول لي خلال 5 دقايق، إذا ده الأولى. مستقبل. الأولى. الأولى. معانا البنت الأولى. نهى. الثانية. الثانية. ثانية. معانا الفو. عليه. الثانية. ثانية. لقيت أبري دوما بعد بكرة، وعندي النو. الثانية. الثانية. ثانية. معانا مصر. الثالثة. ثالثة. معانا هنا لقيت كلمة دما غدا، أخويا. الثانية. الثانية. ذاتي، أنا عندي فعل متصرف أهو بس جاي في الأول الثانية. عادي، يبقى التاني في أخيرة. المصدر. مصدر. تيو. الثانية. تاني. جوزي، واحد متصرف يبقى التاني في المصدر. الثالثة. ثالثة. مي كوبان، يا أصدقائي. أصدقائي أنا سوف. أخيرة. الأخيرة فعل في المصدر. سيسوار، هذا المساء، بتدل على المستقبل. نو. الأولى. 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 أون. الأخيرة. 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 ماكوبين، البت صاحبتي. الثانية. الثانية. لقيت التي. معانا الج. الأولى. التالتة. ج. التالتة. اللي قبليها. ثانية واحدة فوق يا ميسي. سوري. 15. رقم 15 التي. الأولى بقى. الأولى. والباقيين الأخيرة الثالثة. التالتة. إل. الأولى. نو. الأولى. 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 ليزامي، كلمة جمع بتساوي إل افيك اس. الثانية. الثانية. ثانية. Tu vas faire du sport. بص كده. va faire. الأولى. دوما. يبقى الأولى غدا. ils vont. الثالثة. ثالثة. فعل فير، هل فعل فير الأولى. هنا مثبت ولا منفي؟ الأولى. سؤالي هنا أنا كنت كاتب لكم في الشرح زي تالتة ثانوي كده، لو فعل فير ماله مزنوق ما بين النو والبا، هل فعل فير هو اللي جاي مزنوق كده ما بين النو والبا؟ لا. يبقى كده مثبت والعادية ولا والديو. منفي؟ قال لي في مثبت. الحالة دي ده بيبقى كده مثبت. مثبت. يبقى احنا الفرق عندنا ايه؟ انا كاتب لك بالعربي يكون مزنوق ما بين النو والبا. هنا مش هو اللي محطوط ما بين النو والبا، يبقى دي جملة مثبتة، يبقى هنختار الثانية. الدي. السكي. الثانية. لا. لا السكي مذكر. مم. إيلافيكس. الأولى. 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 تي. الأخيرة. الأخيرة. يا بنت يا سارة، منادى مفرد، إذا الأمر هنا مع التي، وكل يبقى الأفعال التانية. مع التي بيكون في آخرها حرف الإس، وبنحذف حرف الإس لو كان قبلها إي أو إيه، يبقى الثانية. التانية. لقيت غدا. الثانية. الثانية. ثانية. معنا ال. الأولى. 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 لقيت خلال 5 دقايق. الثانية. الثانية. معنا هنا التي. الثانية. ثانية. هذا المساء نزالون. الثالثة. الثالثة. ثالثة. غدا أنا. الثانية. ثانية. سافو، هنختار على أساس مين؟ صا. لحد ما تخلص ثالثة ثانوي، لأنها موجودة معاك تاني في الدرس الثالث في ثالثة ثانوي. أول لما تلاقي الصاد أهي بتساوي إيل، الأولى. يبقى الأولى. جوفي. ما اللي هي الأولى. نو. الثانية. الأولى. الثانية. ثانية.
ج تانية التانية ثانية. غدا إل التالتة تالتة ثالثة. تي الثانية الأخيرة. هي الأخيرة عشان آخرها إكس. مم. مسيو نعم. رقم 17 اخترناش ليه الأولى؟ الأولى فينون ده تصريف فعل فينير، وانت اخدت فينير ده بتعبر بيه عن الماضي الحديث اللي هو عبارة عن فينير دي والمصدر. هل اللي قدامك دي فينير دي والمصدر؟ تمام. اوكي. تمام. ماري تالتة التالتة فو الأخيرة. سوري الأخيرة. ج تالتة تالتة. اون التالتة برضه. تالتة تالتة برضو. نو الأخيرة. الله ينور عليكم. لو بروف الأولى. ولكن انا لما اجي اقرا الجمله هنا بقى جمله جميله جدا. بيقول لي المدرس يمكن ان يساعد في عمل التمرين. الأخيرة. ايوه ده هنا عايز يقول لي يساعدك. المدرس يمكن ان يساعدك. جمله جميله. غدا السما بتساوي ايه؟ التانية ثانيه. تانية الحلق بتاع الودان ارتدي. الأخيرة ليه؟ اخيرا. معنى التي والتالتة التالتة اللجن. ها ليه؟ ليه للجمع. الأولى معنى النو تالتة التالتة تي بي نوع تليفوني. هنا بيقول له أنت يمكنك أن تتصل هذا المساء. يبقى عايز يقول له تتصل إيه؟ تتصل بيا. يبقى نختار موا ولا مي؟ موا مكانها بعد الأفعال، ولكن ده أنا لسه مسيو في عندي هنا فعل أهو كمان. يبقى هنا نختار مين؟ المي. معنى التي التانية ثانية. نقط ست جيب. ايه ده؟ ايه الجملة اللي ملهاش فاعل دي؟ يبقى دي جملة ايه؟ أمرية. يبقى التالتة ثالثة. الأجداد نقط يزوروا اليوم. أنا عايز هنا بيقول إيه؟ هو الأجداد هيزوروا النهاردة؟ فو. أيوه عايز أقول هنا هيزوروكم. فو الأخيرة. البت أختي الأولى. الأولى. الفستان لا. لا، ولكن علشان الفعل اللي بعده نقط أول حرف متحرك الأبوستروف. لقيت الصا التالتة. التالتة أي اسم زي بموا بيساوي النو. التانية ثانية. معنى إيه لافيكيس؟ أخيرة الأخيرة. الأشكال بحط معاها التانية بابا والجي. أنا هنا هختار على أساس الجي. الأخيرة. فو الأخيرة. أخيرة. لقيت غدا ils vont faire نقط ناتاسيون. الناتاسيون مؤنثة. الأخيرة. هو يريد أن يأتي إلى النادي. يبقى يأتي إيه؟ معانا. معنا. لا أنهي واحدة في دول مؤنثة؟ بج. مفيش غيره اللي هو الخاتم. لا بج. لما يجي لي سؤال شكله منفي كده اشطب النو والبضع. لو لقيت الإجابة موافقة على السؤال اختار سي، لو مختلفة يبقى نو. هل الإجابة هنا موافقة ولا مختلفة؟
موافقة. موافقة، لأنه بيقول لي الفستان عجبك، لقيته بيقول لي هو عاجبني، يبقى هنا نختار إيه؟ سي. سي. ال فا يعني أنوراك نقط يبقى عايز نختار شكل من الأشكال. الأخيرة. الأخيرة. موديل، حتى غششني اهوت كاتب لي شيك. الأولى. الثانية. تالتة. الأولى الأولى. مذكر. نقط tu veux essayer الثاني. la robe ou la jupe. الثاني. الثاني عايز اقول له ماذا تريد ان تقيس، الجيبه ولا الفستان؟ التنكر بتاعك بيكون الأخيرة. كوا. sur vêtement، زيها زي كلمه ديجيزمون اللي مكتوبه فوقها. اللي هي التالتة. بصينا على كلمه ديجيزمون اللي فوقها لقيت طون، الطون دي بتاع المذكر، يبقى كلمه sur vêtement برضو ايه؟ مذكره. مذكر. انا احتفل بعيد ميلادي انا. مون اللي هي التانية. مون انيفرسير. ليز انفون كلمة جمع بتساوي ايه لافيكاس، يبقى التالتة. الثالثة. ودي صفحة المواضيع والايميلات اللي احنا قرأناها عندنا في المذكرة بتاعة الخلاصة بتاعة المنهج دي. وبكده يبقى احنا خلصنا الدرس الثالث بتاعنا. هناخد بريك ونخش على